هذه هي اهم مرحله في البراند الجديده ديالنا كامله، حيت فيها غادي تحدد البراند ايدنتيتي، وهي واحد المرحله اللي مهمه بزاف، حيت فيها غادي تحدد كل شيء، هو ان الرساله، الاحساس، الشكل والاسم اللي غادي يبقى معنا لسنين. ولكن قبل ما نطيحوا في الاسم وقفنا شويه سولنا راسنا شكون هما البنات اللي بغينا حنا نفيزيو بالماركه الجديده ديالنا. وهنا الصراحه كان عندنا جواب واحد، هو انه بغينا نخاطبوا البنات سواء يكونوا متزوجين ولا ماشي متزوجين، حيت بغينا واحد الماركه اللي غادي تخليها ثقه في راسها، مرتاحه وانثويه لاقصى درجه، تبغي انها تبين الجاذبيه بالطريقه الخاصه ديالها، تركز في التفاصيل. واهم حاجه في هذا الشيء كامل هو انه الماركه الجديده خاصها تعطي هذاك الشعور في التحكم في المظهر ديالها كيف ما بغا. ومن بعد واحد التفكير اللي طويل وعصرنا دماغنا ديال بصح، اخيرا لقينا واحد الاسم اللي ماشي بحال اي اسم كان غادي يبقى في بالك، انيق واللي كيشد الانتباه من اول مره غادي تسمعوه. وهذا الاسم اللي اختاريناه هو بيلور، اسم اللي بسيط وانيق وتيبقى في البال. هذا الاسم هذا جا من جوج ديال الكلمات، الكلمه الاولى اخترناها بالفرنسيه واللي هي بال واللي كتعني زوينه، والكلمه الثانيه واللي هي اليور اللي تعني الجاذبيه ولا الطاقه الانثويه، اللي جمعناهم بجوج في عباره واحده باش تعطينا بيلور. وفي نفس الوقت نقدروا نقسموه على جوج، عطينا واحد المعنى اللي مهم اللي هو كوني جدار. هذا واحد الاسم اللي تيعبر على الانوثه بكل التفاصيل ديالها، حيت بيلور ما غاديش تكون غير ماركه وصافي، انما غتكون تجربه، احساس ورساله في نفس الوقت، حيت هذه واحد الماركه اللي غادي تخلي كل بنت تحس بالجمال ديالها الخاص، هذا الشيء كامل بلا حتى شي مجهود. ومن بعد ما شفتوا الاسم ديال الماركه الجديده غالبا غادي يجي في بالكم واحد السؤال اللي هو علاش اخترتوا اللون الغوز بالضبط. بطبيعه الحال غادي نجاوبكم على هذا السؤال، حيت هذا الشيء ما اختاريناش غير هكاك، وكل حاجه اختاريناها الا وعندها سبب، حيت ركزوا في اهم التفاصيل. الحاجه الاولى اختارينا اللون الغوز، وماشي اي غوز كان، وانما اختارينا الدرجه بالضبط ديال الهوت بينك. واختارينا هذا اللون بالضبط حيت هو واحد اللون اللي قوي صريح، تعبر على الجرأه، الثقه والانوثه العصريه في نفس الوقت. وهذا الشيء بالنسبه للون اللي كاين في السميه ديال لا مارك وفي اللوغو حتى هو. وهنا اختارينا واحد الخلفيه اللي غادي تكون باللون الكحل، وهذا الشيء راه ماشي غير صدفه وصافي، اللون الكحل تيعبرنا على واحد جوج الحوايج اللي مهمين بزاف، واللي هما الثقه والفخامه. ومنين كيتلاقى مع الغوز تيعطينا واحد التمييز بصري اللي واضح، واللي تيعكس الشخصيه ديال الماركه الجديده ديالنا، كيخليك مختلف تماما على الماركات الاخرى في مواقع التواصل. وهذا الشيء علاش فضلنا انه الخلفيه تكون باللون الكحل وماشي بيض. هذه المرحله خدات لينا بزاف ديال الوقت، ولكن حاولت انه نختصرها لكم في هذا الفيديو هذا. عطيونا الراي ديالكم كيفاش جاتكم السميه ديال لا مارك، وكيفاش جاوكم الالوان اللي اختارينا فيها. وبقاو متبعين حيت غتشوفوا بزاف المراحل الاخرى غادي يخليكم حتى نتوما تكتشفوا معنا البروسيس كامل اللي دوزنا، يعاونكم حتى نتوما اللي كنتو غتبداو لا مارك ديالكم.